هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت أثرت على إسرائيل؟ في الفترة اللي فاتت تم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء المنتجات التابعة لشركات إسرائيلية، ومطالبات كتير بمقاطعة الشركات دي وشراء المنتجات المحلية بدلا منها. وشملت قوائم المقاطعة المشروبات الغازية، منتجات الشاي والقهوة، مطاعم والوجبات السريعة، أي حاجة تابعة للشركات الأمريكية والأوروبية. والأيام اللي فاتت كتير من الناس استجابوا لحملات المقاطعة ضد إسرائيل وبدأوا يبحثوا عن المنتجات المحلية لبلدهم. وفي الوقت ده تحركت الكثير من الشركات المحلية بدأت تعلن عن منتجاتها والاستفادة منها لحملات المقاطعة ضد إسرائيل، زي مثلا شركة مشروبات غازية مصرية تأسست في عام 1920 وأعلنت إنها حققت مبيعات ضخمة جدا. وكمان بدأت تعلن عن تحسين منتجاتها بشكل أكبر عشان تقدر تنافس المنتج الإسرائيلي وتشجع منتجات بلدنا. وطبعا ده دفع المقاومة والشركات العالية إنها تبدأ تعلن عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها علشان تقدر تعوض خسائر بملايين الدولارات. وفعلا نجحت حملة المقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى للشركات العالمية بمصر، وده أدى بيها لخسائر فادحة من بعض المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا. كلنا بنشجع على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ونشجع المنتجات المحلية، منتجات بلدنا. وطبعا لما حصلت المقاطعات دي كلها خسرت الشركات الإسرائيلية خسائر بشرية واقتصادية هائلة. وبعد مرور أكتر من شهر على اندلاع الحرب في غزة بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، تكاليف باهظة تبلغ 600 مليار دولار أسبوعيا. وحاول البنك المركزي الإسرائيلي البحث عن حلول لإنقاذ البلد اللي تقريبا بقت على وشك الانهيار. يعني النسبة العامة للاقتصاد الإسرائيلي يخسر 600 مليار دولار أسبوعيا و6 مليارات دولار عجز موازنة. خسائر بشرية واقتصادية بتحقق عجز كبير في دولة إسرائيل ويوميا. وهو ده اللي كان لازم نعمله من زمان. ما ينفعش ندي فلوس للناس عشان يموتوا بيها إخواننا، وما ينفعش كمان ما نشجعش منتجات بلدنا. وطبعا تشجيعنا للمنتج المحلي بيرفع من عملة بلدنا وبيحسن الإنتاج. علشان كده لازم كلنا نقاطع المنتجات الإسرائيلية ونستمر في المقاطعة دي، وهي تبقى حاجة بسيطة نقدمها لإخواننا في فلسطين. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديوهات تانية جديدة. ولو في فكرة معينة حابين نتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات.